السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأحسن حال. زي ما انتم شايفين كده عملنا النهاردة الفراخ المشوية في بيتنا. أحلى طريقة وأحلى من المحلات بكتير بصراحة يعني. هنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، معايا كده فرخين صغيرين، يعني حوالي الفرخة كيلو كده يا جماعة. تمام. طب ليه كيلو؟ زي ما قلنا يا جماعة الفراخ كيلو أو كيلو ونص، إيه طبعا حسب اللي عندك يعني. بس بصراحة أنا كان عندي فرختين كيلو، يعني الفرخة 2 كيلو، يعني كل فرخة كيلو. تمام. معايا هنا البهارات بتاعتي: كمون وفلفل أسمر وملح وجميع البهارات اللي هي التتبيلة يعني. معايا هنا فلفل أخضر حر يعني، ومعايا هنا فلفل احمر، ومعايا بصل، ومعايا توم، ومعايا ليمون، ومعايا هنا اللهم صل على سيدنا محمد، زبادي والهريسه بتاعتي. جبت كده بقى الشفشق بتاع الخلاط. تمام. وهنزل كل الحاجات بتاعتي: البصل البصل اللهم صل على سيدنا محمد، الطماطم، معانا كمان حبايه من الطماطم. تمام. ومعايا فلفل اخضر، ومعايا الفلفل الشطه. زي ما احنا قلنا كل حاجتنا كلها هننزل كده في الخلاط، في الشفشق الخلاط. تمام يا حبايبي. وهنزل كده بالزبادي، وهنزل اللهم صل على سيدنا محمد بالخل والزيت بتاعنا. تمام. بصراحة يعني تتبيلة حلوة جدا جدا، انا بعمل التتبيلة ده على طول، وبصراحة بتعجبني وبيبقى لها طعم كده. والزبادي بيدي طعم كده للفراخ، طراوة كده وطعمها حلو، يعني ما تبقاش زي اللي بره كده، يعني تيجي تجيبها من بره تحس ان هي محروقه كده او ناشفه. تمام. اما اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى حلوه جدا. هنا كده معلش يا جماعه انا قلت خل، بس انا ما حطيتش الخل. عفوا، ما أنا نسيت الموضوع ده. لو حابه تحط الخل تمام، بس انا ما حطيتش خل. حطيت هنا حوالي من ايه نص كوبايه زيت. تمام. ومعايا هنا الليمونه عصرتها كده. لازم أنا اعصر الليمون كله كده. تمام. الليمون ليه؟ الليمون بيخلي الفراخ طعمه حلو، وبخلي التتبيله طعمها حلو جدا جدا، وبيديلك نتيجه كويسه جدا جدا بصراحه بالنسبه للفراخ يا جماعه. هنا زي ما انتم شايفين كده التتبيله بتاعتي. زي ما انتم شايفين قطعت كده الفراخ بتاعتي، بس انا غلطت هنا، بدل ما اقطع الفرخه نصين قطعتها نص كده ونص كده. فالمهم يعني ايه، كل حاجه خير يعني. المهم ان احنا نعمل كل حاجه في بيتنا يا جماعه. تمام. عملنا كده التتبيله بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده، ونزلت بكل الفراخ كده وقطعت حته كده، يعني ايه، بفتح كده حتت بسيطه كده من الفراخ بتاعتي. وطبعا ايدينا نظيفه زي ما احنا قلنا، لا هنلبس جوانتات ولا هنلبس حاجه. انا ايدي نظيفه ومفيش ايدي فيها حاجه يا جماعه. ومسكت كده كل الفراخ بتاعتي، ونزلت كده زي ما انتم شايفين كده كنت انا بقى هنا حطيت كده المعلقه واحده بس كده من الهريسه. تمام. حطيتها قد ايه؟ هقول لكم انا حطيتها قد ايه. انا سبتها ليله بحالها، يعني انا عامله الفيديو ده كان بالليل، التتبيله دي كان بالليل، وجيت تاني يوم الصبح سبت جبتها بقى وجبت الشوايه بتاعتي وشويتها فيها. احنا قطعناها يا جماعة وحطيناها في التتبيلة عشان الفراخ تشرب من التتبيلة من جوه وتكون طعمها حلو. زي ما انتوا شايفين، زي ما جودة بتقول لكم، بصراحه احنا عملنا كده وحطيتها كده بقى في التلاجة. خدت بقى كل طول الليل في التتبيله. ده احلى بقى، تحس كده ان في طعم احلى من بره بكتير. وتحسي ان جوه الفراخ طعم التتبيلة. ايوه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا كده جبت ورق اللي هو الالمونيا زي ما انتم شايفين كده. تمام. وجبت كده عندي هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الشوايه بتاعتي بتاعت الفرن. تمام. انا ما عنديش شوايات يعني ولا حاجه، انا عندي غاز طبيعي وعندي هنا شوايه عاديه. فقلت بقى ما احطها كده في الفرن وخلاص. تمام. رصيت كده جبت كده معلقه زيت عشان الفراخ بتاعتي ما تلزقش في في الشوايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. عشان لما تيجي تطلعيها ما تكونش الفراخ لازقة في الشواية جامد. ايوه. هنا اهو يا حبايبي بقى زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت كده رصيت الفراخ، وجبت شويه كده من التتبيله معاهم كده ايه، كوبايه من الميه، وحطيتها تحت الايه، تحت الصاجه بتاعت اللي انتم شايفينها اللي هي الشوايه بتاعتي. دي اللي هي بتاعت الفرن يا جماعه، اللي هي الحمى بتاعت الفرن، يعني بتستخدميها عادي مفيش مشاكل. وبعد ما بتخلصي بتغسليها. هي دي بقى الميه بتاعتي اهيت. وده عندي كده طاسه قديمه بحب احط فيها كده على طول اما باجي اعمل اي تتبيله او حاجه. تمام. وبحطها كده تحت الفرن زي ما انتم شايفين كده، وبسخن النار وبسيبها بقى براحتها تستوي براحتها. وهي بعدين اصلا الفراخ كيلو يعني هتستوي معانا بسرعه.
هنا بقى كنت بعمل الطحينة بتاعتنا، عملت طحينة وعملت بيض الصوابع وعملت سلطة وعملنا عيش، وبصراحة كان يوم جميل، جميل جدا جدا. هنحط الطحينة بتاعتنا كلها. احنا جايبين كيسين طحينة من اللي هي العادية اللي بتيجي من بره دي، وحطيناها في البولة بتاعتنا. ونزلت بقى كده معلقة واحدة من الخل، ومعايا مية سخنة، ومعايا كده ليمونة برضك، ومعايا توم، ومعايا كمون. بصراحة كانت حلوة، بس انا حطيت لها بقى ايه، يعني حتة كده من مكعب من المرق كده. عايزة اقول لكم بقى ان عطت طعم جميل جدا جدا بجد في الطحينة، والله العظيم كان طعمها جنان. مكعب المرق برضو حلو في ايه الطحينة. حاجة بسيطة بس كده يا جماعة، مش هناخد منها كتير. مكعب المرق يا جماعة حلو في الطحينة، ما تستغنوش عن مكعب المرق، حلو جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، دي التوم بتاعي والمعلقة صغيرة بس كده من الطحينة. هنا بقى كنت بشتغل البذر بتاع الليمون يا جماعة. هنا انا بقى زي ما انتم شايفين كده، المية سخنة تمام، وحطيت كده شوية من الكمون، وهحط برضك زيت وشوية من الخل، برضك بيدي طعم جميل جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو بتاعه يعجبكم وينول اعجابكم. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ويا ريت تضمي في عيلتي الكبيره، وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. كلكم اخواتي، وربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم ويفرحكم. والخل برضو بيخلي طعمها حلو، وبيخلي فيها زي الخل حلو نقطة جدا. مزازة كده. ايوه بس بصراحة يعني الخل حلو برضو، يعني حاجة بسيطة يعني، ما نكترش يا جماعة. هنا بقى قعدت اضرب كده بقى في الخل بتاعي، عفوا في الطحينة بتاعتي. ما تاخدوش على كلامي يا جماعة عشان انا عندي دور بردي كده، فالحمد واحنا لله. بنزود مية عشان هنا بقى الطحينة المية لازم تزيد تكون مية شوية. سخنة، يعني لا سخنة ولا فترة، يعني بتكون في المعقول تمام. جبت هنا بقى المضرب كده وضربتها كده، وبصراحة كانت طعمها جنان جدا جدا، والله كانت تحفة. احنا حطينا خل قليل ليه؟ لانك لو حطيتي معلقة كبيرة من الخل هتكون الطحينة طعمها ميزز ومش حلو. صح. اهي يا جماعة دي كده عفوا الطحين، مش عارفة ايه موضوع الخل معايا الطحينة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. هنا بقى بعد كده ما الفراخ بتاعتي ما طلعت تمام، الفراخ بتاعتي كده طلعت اهيت، والشوايه كده احلى شويه بقى جميله جدا جدا. جبت بقى هنا كده فحمايه ولعتها عليها، وقمت جايباها كده في النص تمام، وقمت ايه حطاها كده، وجبت كده الورق الألمونيا بتاعي وغطيتها. أي حاجة عندك بتغطي بيها، بس أنا عشان يعني أكتم الدخان ما يطلعش، جبت بقى أي حاجة كده وخلاص، يعني فاهمين ازاي. انت لازم يا جماعة تكتمي الدخان، لان لو كتمت الدخان هتحسي تحس ان بقى. الفراخ أنا جبت بقى كأنها البولة كده مشوية كده. وكتمتها، لقيت البولة دي كويسة لها وكتمتها بقى بصراحة. وبصراحة بقى يعني ايه كان طعمها، عايزة أقول لكم كان طعمها أكنك عاملاها على الفحم بجد يعني. انت قدمنا بقى معاها زي ما انتوا شايفين كده. انت بتكتميها عشان ايه؟ عشان الفراخ لو انت كتمت الفحماية هتكون حلوة، وهتكون طعمها حلو كده ومقرمشة. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، احنا عملنا الفراخ اهيت، لون جميل جدا مش محروقه ولا حاجه زي اللي بره تمام. وعملنا كده بطاطس صوابع زي ما انتم شايفين كده ومحمره يعني، وعملنا هنا الطحينه وعملنا السلطه وعيش، ده الفراخ المشويه بتاعتنا. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم وتنون اعجابكم. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.